بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. الليمون المعصفر يا جماعة سريع. ده ليمون سريع، يعني أنا لسه عاملاه ورمضان فاضل عليه مدة صغيرة، هناكله إن شاء الله في رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام جميعا. يلا نشوف الفيديو الجميل المفيد ده. بسم الله. احنا جبنا 2 كيلو ليمون. بصوا الليمونة الصفراء الجميلة اللي مفيهاش اي حاجة، غسلاها وسايباها كده اوريها لكم. ديت يا جماعة مش ليمون اخضر، ده الاصفر المستوي. هنقطعه 4 تربع، بس طبعا ما بنوصلش السكينة لتحت. بصوا 4 تربع كده، وما نوصلش السكينة لتحت. بس اختاروا الليمونة الصفراء الجميلة. شايفين؟ هنقطع بقى الكمية اللي معانا كده على طول على طول كده، 4 كده، بس ما نوصلش السكينة اللي تحت عشان ما تتقطعش. نخلص كل الكمية اهي. حبيت بس اوريكم. وطبعا احنا مجهزين حلة بتغلي على البوتاجاز. ادي الحلة يا جماعة، الحلة هي بتغلي. نروح حاطين الليمون دوت. الليمون في السريع دوت اسرع حاجة، مش هيقعد كتير، يعني ممكن يقعد 10 ايام بالكتير قوي 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 وتفتحي عليه. بس خدي بالك ما توصلهوش لدرجة ان هو يستوي، يعني احنا عايزينه حاجة كده نص سوا. بسم الله وعلى بركة الله. هنحط كل الليمون اللي معانا وهنخليه ياخد قلبتين بالظبط، قلبتين 2 بالظبط، وبعدين هنصفيه في المصفى اللي جنبنا ديت. اول حاجة كمان نسيت اقول لكم ان المية بتاعة الليمون دي هنستعملها، مش هنرميها. المية ديت هنستعملها في المحلول بتاع التخليل. يبقى هنديها قلبتين كده حلوين وهنسيبها تبرد. هنشيلها من على البوتاجاز ونسيبها تبرد، والمية هتبقى معانا في التخليل. يلا كل سنة وحضراتكم طيبين. نكمل الفيديو. هنبتدي نشيله بقى كده، خد قلبتين، نشيله نصفيه. هو الليمون يبرد. بصوا مش واخد درجة السوا. هو احنا عايزينه كده يعني يكون يعني ابتدى كده يدبل، انما مش يستوى. مش عاوزينه يستوي يا جماعة. طبعا مية الليمون دي البهاريز بقى. مش هنرميها، احنا هنسيب كل حاجة تبرد، لان لازم نكمل شغل والليمون بارد والمية باردة. انا بوريكم الليمون كده. نقول بقى بسم الله وعلى بركة الله كده. ادي الليمونة. بصوا يا جماعة طرية شوية لكن مش مستوية. وعندنا عصفر وحبة البركة بس. عصفر وحبة البركة بس. هنحشي كمية الليمون اللي معانا. نقول بسم الله وعلى بركة الله. هنبتدي نحشيه. بصوا هنحشي الفتحة اللي موجودة. هنحشي الكمية كلها كده بسم الله وعلى بركة الله. عصفر وحبة البركة بس، ما حطيتش ملح. انا مجهزة بقى الملح بتاعنا، بس شوفوا هنعمل فيه ايه. بسم الله وعلى بركة الله. وحطينا شوية كرفس. الكرفس هيبقى معانا كل رق كده نحط شوية كرفس. واحنا بنحشي بس الليمون، عصفر وحبة البركة. هنكمل الكمية كلها ونقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. الليمون يا جماعة اهوت، مية الليمون اهيت بوريها لك. انا بحط شوية في الخلاط، هو برد. حاطة شوية في الخلاط، وحاطة بقى في الخلاط كمان الملح والفلفل الحراق وفلفل اخضر و3 اكياس ملح. هضربهم كويس قوي في الخلاط
وهرجع لكم. ديت مية الليمون بعد ما بردت. هنضرب في الخلاط ضربة محترمة كده، الضرب المبرح اهو. ادي الخلاط حطيت فيه الملح، وهحط فيه مية ليمون كمان، والشطة الحمراء. وديت ممكن لو انت مش بتحبي الحاجة سبايسي قوي ممكن تستغني عنها. بس بصراحة الليمون يعني محتاج كده يبقى فيه سنة كده يعني، تبقى حادق شوية، حراق شوية. ادي انا بحط مية الليمون عشان الخلاط ايه يشتغل. كبة ماشي، الخلاط ماشي، براحتك. بصوا بقى التكة اللي جاية دي عشان ديت اهم حاجة. هنضربه بقى في الخلاط ضرب كويس جدا. تعالوا نضربه. هنضربه وبعدين نحطه ايه، هنضربه ضرب كويس جدا، ضرب مبرح اهو. هنحطه في مية الليمون، نقلب 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 كله ببعضه كده. بس كده بس كده. وهنبتدي ايه، هنقلبهم في بعض كده بحاجة، وبعدين نعبي بقى ايه بيهم العلبة اللي احنا رصينا فيها الليمون. بس كده. الطريقة دي يا جماعة يعني اسهل طريقة واخف طريقة يعني. بصوا ادي البرطمان اللي احنا معبيين فيه الليمون اللي هو نص سوا. هنعبي فيه ايه، المية اللي احنا عملناها ديت. ادي قلت لكم ان المية مش هنرميها، شوفوا حطينا فيها ايه. هنبتدي بقى ايه نعبي، وبعدين نحط زيت على الوش ونقفلها كويس جدا. انا جايبه دوت يا جماعه، جاي من بازار ستات، كانوا بعتنهولي هديه بصراحه ونفع هو. يعني لو عندك حاجه في التلاجة مش عارفه ايه، بصراحه كويس ومش غالي يعني. انا لقيته ان هو رخيص. طبعا قفلته حلو علشان الهوا، وهنسيبه بقى ايه نركنه شويه. يلا تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم. حطوا لنا لايك.